إمامنا زين العابدين صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وهو مفجوع وقلبه منكسر على أبيه وعمومته ودينه وأهله. ثم قال: أيها الناس، أحذركم الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنيت القرون الخالية والأمم الماضية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم لا كانوا لها أهلا ولا سكنا، قد أكل التراب لحومهم وأزال محاسنهم وبدد أوصالهم وشمائلهم وغير ألوانهم، وطحنتهم أيدي الزمان، أفتطمعون بعدهم بالبقاء؟ هيهات هيهات لا بد من اللحوق بهم. قلبك متوجه هنيئا إليك. هيهات هيهات لا بد من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. وكأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين، فكم والله من قريح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما تزودوا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال: أيها الناس، أعطينا 6 وفضلنا ب7، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من ائتزر واأتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل
إلى سدرة المنتهى. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى. أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى. أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيف وطعن برمح وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين. أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل. أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعدائه الغاصبين وأفخر من مشى من قريش أجمعين وأول من أجاب واستجاب لله ورسوله من المؤمنين وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب. يا علي يا علي يا علي. قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة. أسد باسل يطحنهم في الحروب إذ ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة. طحن الرحى ويذرهم فيها ذرو الريح الهشيم. ليث الحجاز كبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي مهاجري. من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو الصبطين حسن وحسين. ذاك جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء. أنا ابن فاطمة الزهراء. واحد راح زار الإمام الرضا قبل مدة يقول أنا في محرم زرت الإمام الرضا. يقول وشفت رؤية بالإمام الرضا من الصالحين طبعا. يقول شفت رؤية بالإمام الرضا قال لي حوائجك مقضية. هنان يقول قال لي حوائجك مقضية بس يا ريت توصل خطباء يقرون هذا البيت دائما. قال له شنو مولاي؟ قال له آمر على عبد ضربني. يا زهراء
آمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاه. فرصة نذكر فاطمة، فرصة. والله آمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاه. ذبني يا ناياس لانكسر قلبه ولا رحم. من الناياس ما واحد والله حشمني، ذاك جدي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن محزوز الرأس من الخفا، أنا ابن العطشان حتى قضى، أنا ابن طريح كربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والردى، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى. أخذ يخاطب الناس ويقول أنا والناس ضجوا في البكاء والنعي. خشي يزيد الفتنة فما من سبيل إلا أن يقول للمؤذن أذن. أذن المؤذن وقال الله أكبر، فقال إمامنا زين العابدين كبرت كبيرا لا يقاس وعظيما لا تدركه الحواس. قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله. قال إمامنا شهد بذلك دمي ولحمي ومخي وعصبي وعظامي. قال المؤذن أشهد أن محمد فالتفت إمامنا زين العابدين إلى الطاغية يزيد وقال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ إن زعمت أنه جدك فقد كذبت وافتريت، وإن قلت جدي فلم قتلت ذريته وسبيت عياله. نزل إمامنا والناس تبكي وتنوح، لكن جاء رجل أوجع قلب الإمام وقف بين يدي الإمام وهو يقول يا ابن رسول الله هل لي من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك، ولكن ماذا فعلت؟ قال يا ابن رسول الله أنا يوم أمس لما دخلوا السبايا كنت أضرب الرأس بالحجارة. حسين فبكى إمامنا زين العابدين. ثم جاءه راو وقف بين يديه وقال له كيف أمسيت وأصبحت يا ابن رسول الله؟ التفت إمامنا زين العابدين، هذا الكلام جدا مهم أن يقرأ ويسمع. قال له أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها،
وأمسينا آل محمد كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. يقول الراوي بينما أنا أكلمه وإذا بصوت أين أنت يا ابن أخي يا نعم الخلف يا ثمال الماضي. بمجرد أن سمع الكلام ذهب إليها مهرولا وتركني فتعجب